دي كفتة الحاتي ومش بس اسم، هي فعلا كفتة زي اللي بناكلها في المطاعم بالظبط. 3 حاجات أساسية لو عملناها هتطلع معاكم الكفتة زي ما انتم شايفين كده. تعالوا أقولكوا بعملها ازاي. اللحمة دي عبارة عن 750 جرام من الكندوز، عليها 100 جرام من اللحمة الضاني الصافي، وعليها 100 جرام من اللية، وكل دول مع بعض اتفرموا مع بعض وشين علشان تبقى ناعمة كده زي ما انتم شايفين. عملت التتبيلة وهي عبارة عن بصل، ده تقريبا بصلتين كبار، على نص فلفلاية رومي كبيرة، ضربتهم في الكبة ناعم جدا. بعد كده صفيتهم علشان أفصل المية عن التفل. بعد كده حطيت المية دي على جنب علشان أستخدمها بعدين، والخضار ده حطيته على اللحمة. التوابل اللي استخدمتها كانت ملح وفلفل أسود ومعلقتين كبار من توابل كفتة الحاتي. أهم خطوة كمان في العجن، هنعجنها تقريبا 5 دقايق مش أقل من كده، لغاية لما تشكل خليط ناعم زي ما انتم شايفين كده وكل حاجة داخلة في بعض. ابتديت بقى إن أنا أصبعها. هستخدم المية دي وحطيت عليها شوية من الزيت، وقبل ما تصبعوا حطوا ايديكوا في المية دي، بعد كده شكلوا بيها الكفتة على خلة أو أي سياخ عندكم، المهم تكون مفرغة من النص. رصيتها في الصينية وعملت كل الكمية، وهنا كنت مسخنة الفرن على أعلى درجة حرارة قبلها بربع ساعة. بعد كده دخلتها الفرن وهديت درجة الحرارة على 200، وبعد ربع ساعة فتحت الشواية وخليتها كمان ربع ساعة. جهزت سلطة البصل، بصل متقطع جوليان رفيع، عليه رشة بسيطة من الملح، شوية من السماق، وبقدونس متقطع صغير. فركتهم كده مع بعض عشان يطلع كل الجوس اللي في البصل وتبقى بالمنظر التحفة ده. دي أحسن حاجة ممكن تعملوها مع أي مشاوي. جهزت كمان سلطة طحينة. وهنا بعد ما الكفتة استوت بعد 40 دقيقة تقريبا، ولعت فحمية وحطيتها في الدهون اللي نزلت فيها دي عشان تاخد طعم الشوي على الفحم، وغطيتها. قدموها مع عيش. أنسب حاجة تحطوا شوية من سلطة البصل عليها الكفتة، شوية من البقدونس، وهتاكلوا أحلى كفتة حياتي تعملوها في البيت. طالعة مظبوطة ما فيهاش ولا غلطة. استناكوا تجربوها بطريقتي وانجوي.